الثانوية. بس المحطة اللي عرفنا فيها دي اسمها الرومي. المحطة اللي بعدها طوالي اسمها محطة مهاجر، وتسمت على شخص الكريم نميري ما مسك الحكم. يعني الواحد طفولته وكل ما ارتع سبابه في هذه الديار. أنا كنت بغاوم زيه زي أي واحد من الزملاء برا، زي ما بقولوا، عشان الواحد يقدر بأي صورة من الصور يجي راجع لدياره. والحمد لله الآن أنا بتكلم من داخل المدرسة، وأطمنكم بإذن الله تعالى امتحان الشهادة قايم، امتحان الشهادة قايم، امتحان الشهادة قايم. بس نحن لازم نشحذ الهمم، نكون مستعدين. لا يجيك الامتحان بغتة وانت تكون زول ما مستعد. ان كنت الشهادة عالغين 2023 او كنت عالغين 2024. انا من الغد ان شاء الله جاي بطبشرتي، جاي بمرفوعاتي. اي زول داير يقرا انتوا وكلموا غيركم. ودي رساله انا برسلها لكل الزملاء خارج الديار، لا سيما اللي قابلتهم في مصر الشقيقه. اقول لهم هلموا هلموا هلموا، تعالوا لسبابيركم، تعالوا لطباشيركم. تعال يا دكتور ادريس، تعال يا مجلسيتا، تعال يا امجد فتحي، تعال لنا يا دكتور اديب، تعال يا بنداك، تعال يا باهي، تعالوا يا كل الزملاء. زي ما بقولوا بلادك حلوه ارجع ليها، دار الغربه ما بترحم. نحن بلدنا يا شباب بلد زي ما في، وما بنعرف. في ناس ما عرفوا قيمتها الا لما مرقوا برا، يعني لما يتذلوا ولما يتهانوا عرفوا انه السودان ده زي ما في. اوعى تحلم في يوم من الايام انك تغادر ديارك. بتنوشك زي ما بيقولوا ذئاب السهر. السهر حاجه طيبه وجميله لما انت تختاره، شيء مؤلم شيء قاتل لما يختارك، لما يختارك ما تختاره. فدي رساله انا بقدمها لكم. عضوا بنواجسكم على كتبكم. ما شاء الله في اولاد قروا في المدرسه دي، قريناهم ما شاء الله يتخرجوا من الجامعات، مشوا برا كانوا غارب نجل يا هرم. الليله الناس هنا ما شغاله، كل يوم يشيلوا ويرسلوا. تلقى الواحد شغال في السعوديه بدون ما هي يفرشها، ده حق امه، ده حق خاله، ده حق اخته، وده حق اخوه. فنحن شعبي بحمد الله تكافلي. تكافلنا ده بيستمر بتعليمكم. اياك تجافي كتبك، اياك تجافي كراسك، اياك تجافي قلمك. واعلم انه ربنا سبحانه وتعالى لما بدا رسالته وبدا كتابه بداوا بصوره سماها القلم. اقرا يا محمد ما انا بغاري، اقرا يا محمد ما انا بغاري، اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم علم، الذي علم بشنو؟ بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. اول صوره في قراننا كانت القلم. نحن الليله حوجتنا للغنم، وان شاء الله اللي حصل لنا ده يكون سحابه صيف تعدي. ودي ان شاء الله تعالى نقول ده امتحان من ربنا، يمكن اراد به يغربل الناس ويمايز بين الناس. نحن ظهرت لنا اشياء كثيره، ظهرت لنا سوالف ما بتشبه بلدنا، لكن ان شاء الله كله يبقى ماضي. وان شاء الله يا رب العالمين زي ما بنسمع في الاذاعه من صوت المذيعه دنيا متوكل، نقول بكره احلى. نقول بكره شنو يا اخواننا؟ احلى. نقول بكره شنو؟ احلى. يلا احلى دي بتطعمها ان شاء الله انت بقرايتك. انا ما حاطين، لكن باذن الله تعالى انا بكره ممسك بطباشرتي معك. ويا ريت كلم حتى اي زول. احنا والله ما عندنا اي شروط لاي شخص عايز يقرا وداير يتعلم. والله نحن له ما عندنا اي مشكله. وانا كلامي حيكون بيان بالعمل، وان شاء الله الله يبدا يترفع ويصل لزملائي في كل الدول، زي ما بيقولوا دول المهجر. ان شاء الله يا رب العالمين يشدوا الرحال ويربطوا زي ما بيقولوا شنطهم ويجوا عايدين ان شاء الله، عايدين يا الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.